السلام عليكم متابعينا الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الهنا والخير والسعادة. النهاردة هعمل معاكي صنف من الحلويات اللي احنا كلنا بنحبه، وكتير مننا بيخاف يعمله علشان ما بتطلعش ناجحة من اول مرة. النهاردة بعد الفيديو ده هتعمليها ممتازة جدا وناجحة جدا معاكي من اول مرة. هوريكي كل التريكات اللي هتساعدك ان يطلع معاكي مظبوط. شايفين ما شاء الله الكيك مظبوط جدا، والطبقات واضحة جدا، وهيتلف معاكي بمنتهى السهولة. بجد هتبقى تغيير حلو بدل ما تعملي كل شوية الكيك العادي. تعالي اعملي السويسرول بطريقة سهلة جدا، وطريقة ما فيهاش اي مكونات كتير، هما 3 مكونات بس: دقيق وسكر وبيض، وهيطلع معاكي العظمة دي. شايفين انا هنا جايبالكوا بالمونتاج الطبيعي، او من غير مونتاج زي ما بنقول من غير سرعة، ازاي بيتلف بطريقة سهلة جدا ومن غير ما يتكسر خالص. تابعيني بس في الفيديو وخلي بالك من التريكات اللي انا اقولها لك. وزي ما وعدتكم ان شاء الله في القناة بتاعتي هتشوفوا كل حاجة على الطبيعة، وكل الوصفات تكون مجربة 1000000%، علشان تطلع معاكي من اول مرة مظبوطة. اول حاجة خالص، الصاج بتاع السويس رول بيبقى 30 في 40، فهتستخدمي صاج زي اللي انا استخدمته دوت، او تستخدمي اي صينية عندك، بس اهم حاجة اظبطي المقادير. المقادير اللي انا هقولها لك في الفيديو دوت مقاس 30 في 40، يعني حجم كبير مش صغير. هتدهني الصاج كويس جدا، وبعدين تستخدمي ورق الخبز. الورق الخبز من الحاجات الأساسية في الوصفة دي، لأن هي هتسهل عليكي جدا اللف بتاع السويس رول بتاعك. وبعدين هحط تاني برضو زيت هدهنه كويس جدا. يبقى هدهن الصاج وبعدين هدهن برضو ورق الخبز بتاعي. ادهنيه كويس جدا بمعلقة زيت كبيرة. زي ما انت شايفة كده، اتأكدي ان هو الزيت وصل لكل مكان. هنبدأ بقى في الوصفة بتاعتنا. استخدمت هنا 4 بيضات حجم متوسط زي ما انتي شايفة. طبعا مش هقدر اقولك ان هم بدرجة حرارة الغرفة، لان احنا في الشتاء، فاكيد البيض بتاعك هيبقى ساقع. انا اتغلبت على الموضوع دوت ان انا حطيته في مية سخنة لمدة 5 دقايق بس، وبعدين نشفيه كويس واستخدميه. حطيت عليهم معلقة صغيرة فانيليا، ممكن تستخدمي السايلة او الباودر، وبعدين تلت كوباية سكر. السكر العادي مش الباودر. وابدأي بقى اضربي. تركاية مهمة جدا في الخطوة دي: استخدمي المضرب ناشف من غير أي نقطة مية، أو حتى البولة اللي انت هتستخدميها. لازم وضروري ما يكونش فيهم أي مية خالص، نشفيهم كويس قبل الاستخدام. لو البيض ساقع أو البولة فيها مية، مش هيطلع معاكي القوام اللي احنا عايزينه. في المرحلة دي هتلاحظي ان البيض بقى يبدأ يكون هش شوية وبيعمل فقاقيع كتير. استخدمي معلقة كبيرة ممسوحة خل الطعام الأبيض. احنا متفقين ان دايما الخل في المخبوزات او في الحلويات بيعمل تفاعل مع البيكنج باودر، وبيدي كأنك استخدمتي محسن طبيعي من البيت، من غير ما تستخدمي المحسن الجل اللي احنا بنشتريه. طبعا زي ما انتي متعودة معايا هقولك على كل التركات علشان ما تستخدميش نفس المقادير وما يطلعش معاكي مظبوط. التركات دي مهمة جدا تاخدي بالك منها، لان احنا عارفين السويس رول القوام بتاعه غير اي كيكة تانية. انا هنا بقى شايفين هيبدأ بقى لون الخليط يفتح جدا. وابدأي بقى هاتي كده بسباتولا السكر من تحت لفوق علشان تتأكدي ان السكر داب كله مع البيض. وابدأي اضربي تاني على أسرع سرعة أعلى سرعة في المضرب. زي ما انت شايفة كده هيبدأ برضو معاكي الخليط يبقى هش أكتر. هنا بقى بنوتي صغيرة ساعدتني، لأن في المرحلة دي هتبدأي ان انت تشغلي الفرن على درجة حرارة 200. يبقى انت ما تشغليش الفرن قبلها بفترة طويلة، لا، لما توصلي لنص المرحلة دي أو يعني نص الوصفة ابدأي شغلي الفرن عادي. فشكرا ليكي جدا يا بنوتي يا صغننة. زي ما انتم شايفين كده، خلاص انا كده قربت اوصل للقوام المظبوط. تعرفي القوام المظبوط ازاي؟ تمسكي كده المضرب وترفعيه لفوق وتعملي اي شكل. لو الشكل استمر لمدة ثواني واختفى، يبقى احنا كده وصلنا للقوام المظبوط جدا. وخلي بالك احنا مش مستخدمين بيكنج باودر، او مستخدمين يعني معلقة ممسوحة، حاجة بسيطة جدا. فاحنا هنعتمد على الهواء اللي داخل في البيض واحنا بنضرب، في ان هو يخلي الكيك معانا هش ومش مكتوم. انا هنا بقى استخدمت كمية الدقيق بتاعي 1.25 كوب دقيق.
نفس الكوباية اللي عايرت بيها السكر هياها اللي أنا عايرت بيها الدقيق. طبعًا الدقيق لا إما مخصوص للكيكات والحلويات أو دقيق كل الأغراض. وحطيت عليهم معلقة ممسوحة بيكنج باودر. هاضيف الدقيق على 3 مراحل زي ما أنتِ شايفة، مرحلة وبعدين يختفي، أجيب كده بسباتولا من تحت لفوق واخبطي على البولة. الخطوة دي مهمة جدًا علشان تحافظي على الهوا زي ما قُلت لِك. خلّي إيديكِ سريعة وفي نفس الوقت خفيفة، زي ما أنتِ شايفة كده من تحت لفوق. لمّا تتأكدي إن الدقيق كله اختفى، تبدئي تزودي المرحلة التانية بتاعة الدقيق. يبقى أنا هنا استخدمت كوباية وربع دقيق زي ما أنتِ شايفة كده. دي كده آخر حاجة خالص في الدقيق. لو لسه أول مرة تشوفيني، أنا مي شاهين. يا ريت بقى تنوريني في القناة وتبقي من أسرتنا في القناة الجميلة دي، إن شاء الله كل وصفاتي تعجبك. ولايك وشير للفيديو وقولي لي رأيكم إيه في الكومنت، وإيه الوصفة اللي انتوا تحبوا إن احنا نعملها مع بعض. زي ما انت شايفة كده جبت من تحت لفوق. أنا كده خلاص اتأكدت إن كل الدقيق اختفى. ما تبالغيش في الخلط في المرحلة دي، أول ما الدقيق بس يختفي خلاص وقفي، ويبقى احنا كده خلصنا الخليط بتاعنا. هاتي بقى الصاج وابدأي نزلي فيه كل كمية الخليط. ابدأي بقى كده خلاص أنا نزلت كله. بجد وصفة رهيبة، طعمها حلو جدا، عجبت الأولاد جدا. كيكة هشة وطعمها حلو زي ما انتم شايفين كده. ابدأي بقى كده بسباتيولا، وزعي الخليط بتاعك بالتساوي كده على كل الصاج أو كل القالب بتاعك. خلي زي ما قلتلك ايديكي خفيفة، ما تحاوليش تضغطي علشان الهواء اللي احنا دخلناه واحنا بنضرب البيض ما يخرجش تاني. زي ما انتي شايفة كده، حاولي توصلي الخليط لكل الأماكن بالتساوي عشان ما يطلعش معاكي ساعة السوا حتة عالية وحتة تانية معليتش معاكي. كده خلاص تمام. هاجي بقى هنا همسك الصاج بتاعي وهخبطه أكتر من مرة في الرخامة زي ما انتي شايفة كده، علشان لو في هوا زيادة أو حاجة. السيبس رول بيختلف عن الكيك العادي في السوا. السيبس رول هيستوي أو هندخله الفرن على الرف اللي في النص درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق مش أكتر. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله طالع اللون مظبوط جدا من غير شواية. هسخن الفرن قبلها وهدخله على درجة حرارة 200. تركة مهمة جدا اللي أنا عملتها دي، هتجيبي فوطة مطبخ وتبليها مية دافية وتعصريها كويس جدا، وبعدين تغطي بيها السويسرول وتركنيه حوالي دقيقتين. هنا بقى هجهز الكريم شانتيه معاكي. استخدمت كوباية عليهم كوباية مية. المفروض تاخد من كوباية لكوباية ونص كمان أو أكتر على حسب الكريم بتاعك. فأنا هنا استخدمت حوالي كوباية وربع، طبعا زي ما انت شايفة مية متلجة. وحطيت معاهم ربع كوباية سكر بودر. أنا هنا استخدمت الكريم الشانتيه الخام. بيكون أحلى كتير من الأكياس لأنه بيدي فوليوم عالي وبيدي حجم أكبر وكمية أكتر. اضربي بقى لغاية ما تتأكدي ان هو كده تمام. طبعا في المرحلة دي لو عايزة تزودي مية مفيش مشكلة ان هو لسه جامد برضو، بس انا حبيت ان انا اعمله بالسمك كده. هجيب هنا بقى اي نوع مربى عندك، يفضل مربى الفراولة لان هي مع الكريم شانتيه بتدي طعم حلو جدا. جبت 3 معالق كبار واضربيهم كويس جدا بالشوكة قبل ما تستخدميهم. حاولي تبقي سريعة في الخطوتين دول أو يعني تجهزيهم قبل ما الكيك يطلع، لأن المفروض إن احنا هنلف الكيك وهو لسه دافي. يعني ما ينفعش تسيبيه لغاية ما يسخن ما يبرد خالص وتستخدميه. لازم يكون دافي أو يكون يا دوبك بس قعد دقيقتين بره الفرن. اقلبي بقى كده الصاج بتاعك. استخدمت ورقة خبز تانية علشان يتقلب عليها، كده بيسهل عليا لما اجي ألفه. شايفين ما شاء الله السوا مظبوط جدا والارتفاع مظبوط. المفروض ان هو ما يكونش اكتر من زي ما انت شايفه كده اللي هو يعني اقل من عقلة صباع حاجه بسيطه. ابدأي بقى كده سلكي الورق بالراحه زي ما انت شايفه كده، هيطلع معاكي بمنتهى السهوله. بس انا جيت يعني اطلعه، لا اسلكي الاول الجناب هيسهل عليكي اكتر. خلي ايديكي خفيفه وفي نفس الوقت زي ما قلتلك استخدمي
او يعني ابدأي في لف الرول وهو سخن، يعني وهو لسه دافي. ما ينفعش تسيبيه يبرد وبعدين تستخدميه، هيشقق معاكي وهيتعبك في اللف. شايفين السبونشية ازاي تحفة؟ حطي بقى هنا الثلاث معالق مربى اللي احنا ضربناهم كويس. انا هنا ما استخدمتش مربى كتير لان انا مستخدمه كريم شانتيه، وكمان هعمل توبينج بالشوكليت، فعشان ما يبقاش السكر عالي قوي. طبعا انت ممكن تكتفي جدا بالكريم شانتيه وبالمربى. ممكن كمان تحشيها مربى وبعد ما تلفيها يعني تحطي عليها سكر باودر وخلاص، وهتبقى حلوة جدا برضو. هي الصراحة الكيك نفسه طعمه مسكر وحلو زي ما انت شايفة كده. بجد يعني حاجة حلوة كده، شكلها حلو قوي وطعمها احلى. هنا بقى استخدمت الكريم شانتيه زي ما انت شايفة. وزعي بقى كده بالراحة كده علشان ما يتخلطش بالمربى. هوزع الكريم شانتيه في كل على كل الكيك بتاعتي. يعني حاجة حلوة قوي ان انتي تغيري وان انتي يعني ما نستمرش على وصفة حلويات واحدة او وصفة اكل واحد. حلو قوي ان احنا نغير. ده يعني بيعبر عن اهتمامك باهل البيت وبالناس اللي انتي بتقدمي لهم الوصفات دي، فبجد بتفرق جدا معاهم. وعلى قد ما الوصفة بتبان في الآخر إن هي صعبة وإزاي اتعملت، لأ بجد لو اتبعتي الوصفة مظبوط هتبقى سهلة جدا عليكي، وهتغيري فعلا من مود السفرة بتاعتك. ويعني إن بتقدمي الحب والاهتمام للناس اللي انتي بتقدمي لهم الوصفات بتاعتك، فصدقيني حاجة حلوة قوي. حاولي من وقت لآخر كده تقدمي حاجات مختلفة مش متعودين عليها وفي نفس الوقت سهلة عليكي. انا كده خلاص وزعت كل الكريم شانتيه زي ما انت شايفة. هنا بقى جمدي قلبك وامسكي كده ورقة الخبز وابدأي ان انت ترولي الكيك بتاعك. ما تقلقيش خالص، هيبقى معاكي بمنتهى السهولة زي ما انت شايفة. اهو انا بقى هنا طلعته خالص في ايدي علشان اوريكي من كل الجوانب الحمد لله مفيش قطع ومفيش اي حاجة خالص، وهيطلع معاكي مظبوط من اول مرة. هاتي بقى كده سكينة بتاعة الخبز كده وحاولي او بأي حاجة تكون معدن مثلا وزقي كده الرول بتاعك عشان يتظبط. نضفت بقى هنا كده حواليه. هتدخليه التلاجة مش اقل من ساعة علشان تبدأي تعملي التوبينج بتاعه. لو هتقدميه على كده حلو جدا، رشي بس عليه السكر باودر وقدميه. انا هنا هعمل جناش الشوكولاتة البيضة. استخدمت شوكولاتة بيضة باللبن بس الصراحة طلعت مسكرة اكتر يعني او زيادة عن اللزوم. فانتي لو عايزة تعملي التوبينج بتاع الشوكولاتة البيضة استخدمي شوكولاتة من غير سكر، لان طبعا المربى مع الكريم شانتيه مع اصلا الكيكة بتبقى طعمها مسكر، هتلاقي نسبة السكر بقت عالية شوية. طبعا هي ولادي كانوا مبسوطين جدا بيها بس انا كشخص يعني بحب السكر يكون مظبوط مش زيادة. فممكن تستخدمي شوكولاتة تانية، وممكن كمان تستخدمي الدارك اللي هي الشوكولاتة السوداء الخام برضو بنفس الطريقة وهتطلع معاكي حلوة جدا. هتجيبي الشوكليت بقى كده وتبشريها. الخطوة دي بتوفر عليكي الوقت، يعني انت ممكن تستخدمي قطع كبيرة مفيش مشكلة، بس هتاخد معاكي وقت اكتر في ان هي تسيح على الحمام البخار. انا كده خلاص خلصت الكمية كلها. البار ده على فكرة كان 200 جرام. بالطريقة دي كده نزلي بقى الشوكليت كلها. الكمية دي استخدمت لها حوالي 3 معالق كبار لبن، يعني اقل من ربع كوباية لبن بحاجة بسيطة. اللبن بيغلي طبعا، سخونية اللبن مع الشوكولاتة هتسيح زي ما انت شايفة كده. ممكن كمان توفري وقت وتستخدمي الميكروويف، مش هتاخد معاكي حوالي دقيقة دقيقة ونص هتسيح كلها. او كمان تستخدمي حمام مية بتحطيها في بولة فيها مية بتغلي وهي هتسيح على البخار. انا مي شاهين، لو لسه اول مرة تشوفيني ياريت بقى سبسكرايب للقناة وقوليلي ايه رأيك في الكومنتس وايه الوصفة اللي انتي تحبي ان احنا نعملوها مع بعض المرة الجاية ان شاء الله. ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو
وزي ما وعدتكم دايما ان شاء الله هنا في القناة بتاعتي هتلاقي كل الوصفات المجربة، وان شاء الله اللي هيطلع معاكي مظبوط من اول مرة. حطي بقى هنا معلقة زيت كبيرة، هي بس معلقة الزيت بتدي لمعة حلوة قوي للجناش بتاعك. زي ما قلتلك ما تنسيش استخدمي شوكولاتة من غير سكر علشان يطلع معاكي السكر مظبوط. انا كده خلاص الجناش بتاعي مظبوط جدا وجاهز للاستخدام. ما تقوليش ان هو القوام بتاعه سايل، لان الجناش لما بيقعد شوية بره يعني مثلا حوالي نص ساعة تلاقيه يتقل لوحده حتى من غير تلاجة. انا هنا خلاص رشيته على السويسرول بتاعي، وهنا ما دخلتاش التلاجة ولا حاجة زي ما قلتلك. هو بيجمد بمجرد ما تسيبيه مثلا تلت ساعة او نص ساعة هتلاقيه في القوام ده. انا جبت بقى هنا حبة بقوا مني وحطيت عليه نقطتين من صوص الفراولة، كنت شاريه جاهز. طبعا احنا ممكن نعمله في البيت، وان شاء الله هعمل لكم فيديو كامل عن الصوصات اللي ممكن نستخدمها زي صوص الكراميل وصوص الفراولة واللوتس والشوكليت. طبعا عملته معاكم قبل كده كان طالع رهيب وحلو جدا. هبدأ بقى كده هنزل الطبقة التانية من الشوكليت بتاعي، بس هيديني طعم خفيف للفراولة ولون برضو روز حلو قوي. انا كده خلاص خلصت. هجيب برضو صوص الفراولة اللي كان عندي وهمشي كده بسرعة خطوط عشوائية هتدي منظر حلو قوي، الابيض مع الاحمر بتاع الفراولة، وكمان الطعم يعني طعمه مميز جدا. مربى الفراولة مع الكريم شانتيه مع صوص الفراولة ادى طعم حلو قوي. هنا بقى استخدمت كيس الحلواني، استخدمت هنا الروزيتات الصغيرة، البايب بتاعت الروزيتات الصغيرة، وحطيت كمية من الكريم شانتيه اللي عندي، وهبدأ اعمل بيها الوردات على البار بتاعي. انا دايما قبل ما استخدم الكيس بجربه كده الاول على جنب اتأكد ان هو شغال مظبوط. ده احسن بدل ما تستخدميه على طول على الكيك وتبدأي ان انتي تشيليه او يحصل اي حاجة. هعمل بقى كده روزيتات بسرعة، وزينيها بقى ممكن مثلا بكريز ممكن بفراولة، اللي موجود عندك استخدميه. انا هنا الكريز قسمته اتنين لانه لقيته حجمه كبير قوي وكان هيقع، فقسمته لنصين كده زي ما انتي شايفة، والصغيرة استخدمتها زي ما هي. بجد من المواصفات اللي هتعجب جدا 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 اي حد هيدوقها. وطبعا كده خلاص هي جاهزة زي ما انت شايفة كده. بتشيلي طبعا اول سلايز منها لان هي تبقاش مظبوطة قوي، طبعا بتتاكل طبعا. انا هنا زودت صوص الفراولة، وهتسيلي بقى الورق اللي احنا اشتغلنا عليه كده علشان يبقى صينية التقديم عندك نظيفة. انا هنا بقى عملت كده رشيت شوية سكر باودر كده للشكل فقط مش اكتر، حاجة بسيطة. وهتبدأي بقى ان انت تقطعيها المقاس اللي يعني اللي يناسبك، عايزاها تبقى رفيعة عايزاها تخينة شوية، اللي يريحك. امشي بس على الوصفة دي بالظبط وبجد هيطلع معاكي طعمه رهيب. شايفين ما شاء الله الطبقات مظبوطة جدا، والكريم شانتيه مع صوص الفراولة مع مربى الفراولة مظبوطة جدا. شايفين ما شاء الله. ممكن تعمليها رفيعة كده، طبعا بمسح السكينة تاني وببدأ انا اقطع تاني، او ممكن تعمليها كبيرة شوية زي السلايز